السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل وأحن وأطيب ناس في الدنيا، بحبكم جدا جدا جدا. ربنا يدومكم أكبر نعمة في حياتي. متشكرة جدا على تعليقاتكم الجميلة وعلى كومنتاتكم الجميلة وعلى كلامكم الحلو اللي بيفرح قلبي. ربنا يسعد أيامكم كلها ويجعل أيامكم كلها سعادة وفرح وخير وبركة يا رب العالمين. بجد ربنا يدومكم أكبر نعمة في حياتي. النهاردة حبايبي بقى وصفتنا سهلة وسريعة وبسيطة كده وجميلة جدا جدا. يعني لو محتارة كل يوم كده هنعمل أكل إيه، تعالي اعملي الأكلة الجميلة السريعة دي وتعتبر أكلة كاملة متكاملة. معانا كده فرخة محشية ومشوية، وعملنا شوية رز كده حكاية وشوية سلطة، والفرخة دايبة والتتبيلة بتاعتها كانت جايبة لآخر الشارع. بجد كانت تحفة. بصوا حاجة كده جميلة جدا. يلا كده نبدأ الفيديو ونشوف عملنا القمر ده ازاي. اول حاجه حبايبي هنعمل التتبيله بتاعتنا. معانا بصلايه متوسطه، وهناخد نص طماطمايه وثلاث فصوص من الثوم، وهننزل بنص معلقه من الهيل المطحون، ونص معلقه من القرنفل، ونص معلقه من البابريكا، وربع معلقه من القرفه، ونص معلقه من الزعتر، ونص معلقه من البهارات السبع، ومعلقه طبعا من الملح. وكمان نزلنا بنص ثمره من الفلفل الالوان اللي هو الاصفر، وربع كوبايه من عصير الليمون، وربع كوبايه من الزيت، ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم، ومعلقتين كبار كده من دبس الرمان. لو ما عندكيش دبس الرمان ممكن تحطي معلقة كبيرة من السماق. تمام كده. هنضرب بقى القمر ده كله مع بعض، ريحته كانت تحفة، تتبيلة بجد، يعني لو جربتيها هتعتمديها على طول. هنبدأ بقى حبايبي بقى الفرخة بتاعتنا غسلينها كويس جدا، وعارفين الفرخة بتتغسل ازاي، وشايلين منها اي يعني حاجة مش مرغوب فيها والدم المتجمد، وكنا نقعينها كمان في محلول الملح بتاعها، معلقتين من الملح ومعلقتين من السكر وعصرة ليمونة. وبعد كده بقى شطفناها وبعدين حطيناها في التتبيلة الجميلة دي لمدة ساعتين. ويستحسن كمان يعني من بالليل كمان تبقى جميلة جدا. هنا بقى هنعمل الحشوة بتاعتها. معانا معلقة من السمنة أو الزبدة، ونزلنا بكوباية ونص من الرز. طبعا أنا مكترة الرز عشان حبيبة قلبي عايزة رز أبيض، ما بتحبش الرز اللي هو بالخضار اللي احنا هنعمله دلوقتي. يعني بنوت حبيبتي صغنونة يعني. تمام كده. وزودته بشوية من المية، وحطيت طبعا الملح بتاعه يعني لحد ما يستوى نص سوا كده. هنبدأ ان احنا ناخد يعني على قد بس حشو الفرخة، يعني مغرفتين كده. وبعدين هحط يعني الرز تاني على نار هادية يكمل سوا بقى. هبدأ بقى ان انا انزل بيه بصلاية مفروم ناعم، وبعدين هننزل بيه نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من البهارات السبع. تمام كده. وهنبدأ بقى ان احنا نقلب الخلطة الجميلة دي، هنحشي بيها الفرخة بقى يعني جميلة جدا جدا. طبعا الفرخة كانت يعني اتنقعت في الخلطة بتاعتها ساعتين، وبدأت ان انا اعمل الرز ده. هبدأ بقى ان انا اخد الفرخة بتاعتي كده واحطها في البايركس اللي انا هيدخل الفرن. طبعا انا مولعة الفرن في الوقت دوت درجة حرارة 180. هتقعد قد ايه الفرخة في الفرن؟ حوالي ساعة الا ربع. هنبدأ بقى نحشيها من جوه، مش هحشيها من تحت الجلد، يعني من جوه كده زي ما انتوا شايفين. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدأ بقى ان انا اقفلها يا حبايب قلبي، وهربط كده رجلها، وبعدين هنحط شوية من الخلطة بتاعتها التحفة دي على الوش. تمام. طبعا التسوية في الفرن حبايبي هتبدأ ان هي يعني اول ما تاخد كده حوالي ساعة الا ربع في الفرن، هنبدأ ان احنا نطفي الفرن ونولع الشواية بتاعتها. هنشيل الفويل طبعا عشان تاخد اللون الحلو بتاعنا، وهنبدأ ان احنا هنشوفها مع بعض في الاخر. ريحتها بجد كانت رهيبة، الريحة بتاعت الخلطة جميلة جدا بتاعت التتبيلة دي. ان شاء الله لو جربتيها هتعتمديها على طول. بس انا كنت لابسه بقى الجلافز، فكل ما اجي اقفل الرجل بتاعتها الاقي نفسي ربطت على يعني صباعي في الجلافز يعني. افك تاني فكان مخبني يعني شويه، معلش. هنبدأ بقى حبايبي بقى نغطيها بالفويل. هنحط بس شوية من التتبيلة بتاعتها، وبعدين هنرش رشة من البابريكا، يعني بعد ما يعني نحط معلقة من الزيت كمان. بس الحتة بتاعت الزيت دي ما جتش، معلش، معلقة واحدة من الزيت كده ندهنها، وبعد كده نحط شوية من البابريكا عليها، بتديها لون جميل جدا جدا. وبعد كده هنغطيها بالفويل ونحطها على الرف الأوسط، ومولعين الفرن حبايبي 180 درجة، وهتقعد معانا ساعة الا ربع.
هنا بقى هنعمل الرز بتاعنا الجميل. معانا معلقتين من السمنة او الزبدة، وهننزل ببصلاية مفرومة او مبشورة ناعم، وبعدين هننزل بكوباية من الجزر وكوباية من الفلفل الالوان. طبعا انا ما كانش عندي الاصفر والاحمر، فهو يستحسن ان هو يكون اخضر يعني، بس مفيش مشاكل خالص. كوباية من الفلفل الاصفر كده، وكوبايتين من البزلة، وهنقلب كل الجمال ده كله مع بعضه كده. وبعدين معانا رز بسمتي مغسول 3 كوبايات من الرز البسمتي، طبعا ومنقوع اقل حاجه نص ساعه، وصفيته من الميه ونزلنا بيه على الخضار بتاعنا، وهنقلب بقى ونحط التوابل بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هننزل بقى بنص معلقه من الهيل المطحون. الهيل المطحون ده حبايبي اللي هو الحبهان المطحون، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من السبع بهارات، وربع معلقه من القرفه. وبعدين هننزل بقى بالملح بتاعنا تمام الحدق بتاعه. هنقلب بقى ونشوح كده الرز مع الخضار كده كويس. وبعد كده 3 كوبايات من الرز البسمتي بياخدوا 6 كوبايات من الميه المغليه. تمام. بس انا بصراحه مش الست كوبايات ملانين قوي، يعني 6 كوبايات الا شويه صغيرين. هنتشرب الميه بتاعته، هنديله تقليبه حلوه كده ونوطي عليه النار خالص. هنا بقى كنت عملت شويه سلطه خضراء كده، طماطم على خيار وفلفل الوان وجزر وخضار بقى، بقدونس، كزبره، جرجير. يعني عملت شويه سلطه حلوين كده، وعملت التتبيله بتاعتنا الرائعه اللي احنا متعودين عليها. وبعدين هنبدا نغرف الرز بتاعنا، والفرخه بتاعتنا كانت طلعت من الفرن حاجه كده تحفه. بصوا شكلها رائع، وريحتها بجد كانت جميله جدا، وطعمها كان يعني خطير بجد. هنغرب بقى الرز، بصوا مفلفل ازاي، حاجة كده تحفة. هنحط بقى السلطة كده مع بعض كده عشان ناخد الطبق العسل ده ونطلع بيه بره بقى على السفرة. هنحط بقى الفرخية كده في النص. الفرخة دايبة دوب، حاجة كده تحفة. بصوا يعني حتى الجناح اتكسر وانا بشيله، حاجة كده جميلة جدا جدا. اتمنى تجربوها وتقولي في تعليقاتكم جميلة، وربي يدومكم اكبر نعمة في حياتي، وربنا يخليكم ليا ويسعد قلوبكم زي ما تسعدوا قلبي. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.